اي شخص قرر ان هو يتغير ويكون نسخه احسن من نفسه، غالبا الشخص ده اتعرض لحاجه كبيره وكانت هي السبب في كده. صدمه بقى، مصيبه، تنمر، المهم ان حاجه خلته يتغير 360 درجه ويكون نسخه افضل من نفسه. هتلاقي حد قرر ان هو يبطل تدخين بعد ما بقى عنده مشكله في القلب ودخل العنايه المركزه. هتلاقي الشخص اللي من كتر التنمر على شكل جسمه قرر ان هو يلتزم بالجيم او التمرين ويعمل فورمه ما حصلتش. هتلاقي الشخص اللي اتعرض لغدر او خيانه من حد بيحبه وقرر ان هو ينجح نجاح مبهر علشان يثبت للشخص ده ان هو خسره. هتلاقي حد من كتر ما بيتقال له يا فاشل ومن كتر ما الناس اللي حواليه شايفه ان هو شخص مش نافع، وحتى لو هو كده فعلا ولكن بسبب كل ده يقرر ان هو ينجح ويكسر الدنيا. ازيكم يا جماعه؟ لو انت مش قادر تلتزم على حاجه معينه مع انك عارف كويس جدا ان الحاجه دي هتكون مفيده ليك او ان الحاجه دي هي الصح، فغالبا كده انت ما عندكش الدافع القوي اللي يخليك تعمل الحاجه دي، الدافع اللي ممكن يزلزل استقرارك الداخلي ويحسسك بالخطر ويخرج مخك من منطقه الراحه. والدافع ده بناء على الامثله اللي لسه قايلينها في بدايه الفيديو فبنسبه كبيره بيتشكل وبيتكون من خلال شعورك بالالم. الشخص اللي قلنا عليه في بدايه الفيديو اللي الناس كلها كانوا بيسخروا من شكل جسمه وبيتنمروا عليه وصل لدرجه الم كبيره جدا خلته مش متقبل الوضع اللي هو فيه ومستعد ان هو يعمل اي حاجه تخلصه من الالم ده، حتى لو الحاجه دي كانت التزامه او انضباطه بالجيم او التمرين. وهكذا الشخص اللي وصل لدرجه كبيره من الفشل والناس كلها كانت شايفه ان هو شخص مش نافع برضه وصل لدرجه كبيره من الالم زلزلت استقراره الداخلي وخلت مخه مستعد ان هو يعمل اي حاجه علشان يتخلص من الالم ده. في قاعده سلوكيه جميله جدا بتقول ان الانسان بيبدا يتغير ويلتزم وينضبط بشيء معين لما يكون الم بقائه في الوضع الحالي اكبر بكتير من الم الانضباط والالتزام، لان احنا في الوضع العادي بنقاوم التغيير او الالتزام والانضباط وبنكون شايفين ان هو شيء مؤلم هياخد من وقتنا ومجهودنا كتير جدا، فبالتالي مش بنكون حابين ان احنا نتغير او ان احنا نلتزم بشيء معين. انما لما يكون الم بقائنا في الوضع العادي اكبر بكتير من الم الانضباط والالتزام، ففي الحاله دي احنا هنبقى عاوزين ان احنا نتخلص من الالم ده او نخففه باي شكل حتى لو احنا هنلتزم وهننضبط باي حاجه. دايما اللي بيحركنا لاي شيء هو الالم، انما في الوضع العادي اللي ما فيهوش الم زياده مخك مش بيكون حابب ان هو يتحرك او ان هو يتغير، لانه بيترجم التغيير ده على اساس ان هو حاجه خطره هتخرجه من الكومفورت زون او منطقه الراحه. وحتى لو كنت بتحس بالم بسيط بسبب التزامك او عدم التزامك باي حاجه فمخك هيخفف الالم ده من خلال المتعه، وده لان الالم والمتعه دول حاجتين بيتم معالجتهم في نفس المنطقه في دماغك. لو نفترض مثلا ان ايدي الشمال دي هي الالم وايدي اليمين دي هي المتعه، فزياده شعورك بالمتعه بيقلل عندك الشعور بالالم، وهكذا برضو زيادة شعورك بالألم بيخليك دايما في احتياج بأن انت تزود شعورك بالمتعة. دايما مخك بيسعى ان هو يعمل توازن ما بين الالم والمتعه، لان زي ما قلنا دول حاجتين بيتم معالجتهم في نفس المنطقه في دماغك. وده يفسر لك احنا ليه دايما بنسعى للمتعه او بنبقى عاوزين ان احنا نستمتع لما بنتعرض للشعور بالالم. مثلا على سبيل المثال لو حد لسه مخلص الامتحانات بتاعته وجايب درجات مش كويسه بتلاقيه يهرب من الموضوع ده او يهرب من شعوره بالالم بسبب درجاته اللي مش كويسه بان هو يستمتع او ان هو يخرج مع اصحابه او ان هو يسافر او ان هو يعمل اي حاجه تحسسه بالمتعه علشان يقدر يخلي في توازن ما بين الالم والمتعه. وهكذا برضو لما بنلتزم وننضبط ونتغير ونعمل عاده احنا مش متعودين عليها او ان احنا مثلا نشتغل في حاجه معينه لمده طويله، فبالتالي الشغل او الانضباط والالتزام ده بعاده معينه بيخلي شعور الالم عندك يزيد لان مخك مش متعود على العاده دي او مخك مش بيكون حابب التغيير، لان زي ما قلنا هيخرجه من منطقه الراحه، فبالتالي هيزود عندك الشعور بالالم، وبالتالي بتلاقي نفسك بتسعى ان انت تسوف او ان انت تمسك التليفون او ان انت تبقى عاوز تخرج او ان انت عايز تاكل او ان انت عايز تهرب، عايز تحس باي حاجه تزود عندك المتعه علشان زي ما قلنا تعمل توازن ما بين الالم والمتعه. ولو عاوز تفهم الموضوع اكتر من كده وبالتفصيل ارشح لك تشوف فيديو ادمان الشهوه كنت عملته هنا في القناه، هيفيدك جدا جدا جدا، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. ونظريه الالم والمتعه دي هتوضح لك احنا ليه بنقرر نتغير لما نكون خسرنا كل حاجه، ليه دايما بنستنى للديدلاين علشان نقوم وننجز اي حاجه احنا عاوزين نعملها، ليه الشخص يقرر ان هو يظبط شكل جسمه لما الناس كلها تسخر منه وتتنمر عليه، ليه لازم حد بتحبه يغدر بيك او يخونك علشان تقرر ان انت تنجح نجاح جامد جدا وتثبت للناس وللشخص ده ان هو خسرك. طب سؤال، هو احنا لازم حياتنا تتدمر وننصدم في الناس او المواقف علشان نتغير او علشان نحسن من حياتنا؟ للاسف من خلال الامثله اللي احنا شايفينها قدامنا ده بيكون الحل مع معظم الناس، ولكن في الفيديو ده هقول لك على حل تاني. مش لازم تستنى لنقطة الصفر علشان تبدأ، مش لازم تخسر كل حاجة في حياتك علشان تقرر ان انت تتعافى من الادمان، مش لازم تدخل العناية وتعمل قلب مفتوح علشان تبطل تدخين، مش لازم حد بتحبه يخدعك ويخونك ويجرحك علشان تقرر ان انت تنجح. انت تقدر تخلق جواك الدافع القوي اللي يخليك تتحرك من غير ما تمر بكل الظروف الصعبة دي، تقدر تحدد الحاجة اللي انت عاوز توصل لها او الحاجة اللي انت عاوز تلتزم بيها،
وهيساعدك في الموضوع ده الفيديو الاخير اللي انا عملته هنا في القناه، واللي بوضح فيه ازاي نقدر ان احنا نستغل الوقت اللي اتبقى من سنه 2025 علشان نقدر باذن الله نغير من طريقه تفكيرنا ومن العادات اللي احنا بنعملها، ونقدر بحلول سنه 26 نكون وصلنا للهدف بتاعنا، او على الاقل نكون وصلنا لتحقيق جزء من الاهداف بتاعتنا. هسيب لك لينك الفيديو ده في الوصف، وتكون عارف كويس جدا ان الحاجه اللي انت عاوز توصل لها دي هدفك، او الحاجه اللي انت عاوز تلتزم بيها هتشبع عندك حاجه من الاثنين، او هتشبع عندك حاجتين: جزء ليه علاقه بالمتعه وجزء ليه علاقه بالالم. هتزود عندك المتعه وهتقلل عندك الالم. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت عاوز ان انت هدفك مثلا كان ان انت تعمل مشروعك الشخصي او تعمل البيزنس الخاص بيك، فالمشروع ده بمجرد ما تعمله هتلاقيه يزود عندك المتعه، سواء كان من خلال ان انت مثلا يحقق لك دخل مادي فبقى معاك فلوس قادر ان انت تصرف، فده هيزود عندك المتعه، وبرضه هيقلل عندك الالم. مثلا نقول ان المشروع ده ممكن فيما بعد يخليك ما تحسش مثلا بازمه ماليه، فبالتالي هيقلل عندك الشعور بالالم. مثلا نقول على سبيل المثال لو هطبق الموضوع عليا انا، مثلا انا عامل قناه على اليوتيوب، والقناه دي مخلياني منضبط وملتزم في ان انا انزل فيديو كل اسبوع، وان انا مستمر في الموضوع ده، وان انا بسعى بقصارى جهدي ان انا اعمل الموضوع ده. طب ايه اللي بيحركني؟ ايه الدافع القوي بتاعي؟ زي ما قلنا ان الهدف بتاعي بيحرك عندي جزئين، او بيشبع عندي جزئين: بيزود عندي المتعه وبيقلل برضو عندي الالم. الفيديوهات اللي انا بعملها بستمتع بيها جدا، بستمتع وانا بعمل مونتاج، بستمتع وانا بصور قدام الكاميرا، وعايز استمر دايما في الموضوع ده، متعه زايده. وبرضه هكذا الامر ان شاء الله، يعني دعواتكم لما القناه تحقق ربح هتدخل لي دخل مادي، فبالتالي برضه هتزود معايا المتعه، هتبقى فيه فلوس، فبالتالي برضو هتقلل عندي شعور بالالم المستقبلي، ان انا ممكن مثلا اكون وارد ان انا اتعرض لازمه ماليه، فبالتالي الفلوس الكتير اللي موجوده دي، او الفلوس اللي هتيجي يعني سواء كتير او مش كتير، هتقلل عندي احساس ان انا ممكن احس بالالم فيما بعد. يعني ده كده كان مثال بحاول اوضح بيه فكره الالم والمتعه، وان انت ليه الهدف بتاعك اللي انت هتحدده او الحاجه اللي انت هتلتزم بيها لازم تفكر كويس جدا ان هي ترتبط بالجزئين دول. هتزود عندك المتعه، ولكن ما تكونش زياده في المتعه بشكل مبالغ فيه، وما يكونش فيه الم خالص، لا، لازم تقلل عندك الشعور بالالم، لازم تخلي فيه احساس بان انت هتتلاشى حاجه معينه، الحاجه دي هتضايقك وهتحسسك بان انت مش هتقدر تستحملها، فبالتالي هو ده الدافع القوي، هو ده البنزين اللي هيخليك ان انت تتحرك تجاه الحاجه اللي انت عاوز توصل لها او تجاه الهدف بتاعك. انما لو ما كانش فيه شعور او ما كانش فيه الدافع القوي ده من خلال الالم ومن خلال المتعه، هتبقى عامل زي الشخص اللي بيزق في جبل حرفيا، والجبل ما بيتحركش من مكانه، بيضيع وقت ومجهود كبير جدا، ولكن الجبل ما بيتحركش من مكانه. وعلشان الدافع بتاعك ده يكون قوي لازم يكون عندك تصور واضح لحجم الألم اللي انت هتشعر بيه لو استمريت في الحاجة اللي انت بتعملها، ايه حجم الألم اللي هيعود عليك لو انت ما وصلتش للهدف بتاعك ده، لان كل ما كان تصورك لحجم الألم ده واضح، كل ما ده قوة من الدافعية بتاعتك، او قوة من ان انت يخليك تتحرك تجاه الهدف بتاعك. لازم تفهم كويس جدا ان مخنا مصمم علشان يحمينا، ودايما بيبقى عاوز يحافظ علينا وما يخليناش نخرج من منطقة الراحه او الكومفورت زون، وما يخليناش نتعرض لاي خطر. هو مش فارق معاه انت هتنجح ولا هتفشل، هو اصلا مش بيفهم اللغه دي. مخك بيتعامل مع الموضوع بلغه ان انت لو حاجه هتحسسك بالالم اذا هيبعدك عنها، او لو حاجه هتخليك في منطقه الراحه او هتحسسك بالامان اذا هيقربك منها. فلازم تتعامل مع مخك من المنطلق ده، لازم تقول له او توضح له حجم الالم اللي انت هتحس بيه لو ما قمتش دلوقتي من على سريرك، او مثلا لو ما اشتغلتش على نفسك وذاكرت واخدت الكورسات بتاعتك. فبالتالي انت لو ما اتبعتش النظام ده مش هتقدر ان انت تتغير، مش هتقدر ان انت تاخد اي خطوه، مش هتقدر ان انت تلتزم. هتلاقي نفسك دايما بتستنى الديدلاين، هتلاقي نفسك دايما بتزنق نفسك في اخر وقت، هتلاقي نفسك دايما بتستنى ان تحصل مصيبه او تحصل حاجه علشان تتغير، علشان تبطل عاده سيئه، علشان تلتزم بعاده ايجابيه. فبالتالي لازم تعرف كويس جدا ان مش دي الطريقه الصح. ولكن يا ريت في النهايه تغييرك ده ما يكونش عشوائي، ويكون بناء على خطه محدده كويس جدا، وما يكونش هروبك من الم بقائك في الوضع الحالي او الم استمرارك في الوضع الحالي في حاجات ممكن ما تكونش مناسبه بالنسبه لك، او في حاجات كتير في وقت واحد. ولو وصلت لنهايه الفيديو فانا بنصحك وبشده ان انت تشوف اخر فيديو عملته هنا في القناه، لان هو بيركز على جزئيه ان انت ما تشتتش نفسك في حاجات كتير في وقت واحد، وبناء على خبره شخصيه خاصه بيا، وبرضه هيساعدك في ان انت تحدد انت عاوز ايه بالظبط. وبس كده، ده كان فيديو النهارده.